السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني انا ام رحمة. اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدوا لايك حلو جميل للفيديو ان عجبكم، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. النهاردة هنتكلم عن ازاي نحوش فلوس، ازاي نحوش في الزمن ده. انا اتكلمت قبل كده وعملت حلقة قبل كده، وان شاء الله دي تكملة للحلقة اللي انا قلتها قبل كده يعني. إن شاء الله مع بعض هنحاول وندي أفكار مع بعض ونتكلم إزاي نحوش للظروف الطارئة. التحويش يا حبيبتي مش بس إن تبقي مالكة فلوس، التحويش ليه أثر معنوي، أثر نفسي، إن تحسي إنك مستقلة وحرة، إنك تحسي إن أنت مش محتاجة لحد. أنا عندي يا جماعة حتة إن أنا أحتاج لحد ديت، لا، أنا عندي الموت هي أهون. بصراحة أنا ماشية على مبدأ إن أنا محتاجش لحد ولا أطلب حاجة أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ويديني، أدعوه فيستجيب لي. فأنا باخد بالأسباب وبحاول على قد ما إن أنا ألملم نفسي وألملم ظروفي على قد ظروفي، عشان خاطر محتاجش لحد ولا أقول لحد يديني. مع بعض النهاردة في شوية أفكار كده بإذن الله هتعجبكم وهتنفذوها، هتقولوا إن شاء الله كانت فين الأفكار دي من زمان بإذن الله تعالى. إن شاء الله أول حاجة يعني أنا مثلا إيه هنحوش إيه؟ أنت عارفة مثلا واحد مثلا عاوز يعمل مشروع، يفتح كافيه، عاوز يسافر، لو 500 جنيه، لو 600 جنيه، على آخر السنة إن شاء الله تلاقي معاك مبلغ يقدر يساعدك، مع مساعدة حد مثلا من أبوك أو أمك فقط. متطلبش مساعدة من أو أختك أو أخوك حاجة يعني، إنما ويبقوا مع بعض لسه في أسرة، إنما متزوجة وكده بتبقى صعبة إنك تطلب من أخوك المتزوج أو من أختك المتزوجة. إنما طول ما أنتوا لسه مع بعض أسرة صغيرة تقدر تستعين بحد مع اللي أنت هتحوشه. إن شاء الله بالأفكار دي هنقدر مع بعض إن إحنا ما نتحوجش لحد ولا نطلب مساعدة من حد غريب ولا قريب إن شاء الله. أول حاجة هنعملها دايما تكتب مصروفاتك اليومية والشهرية كل يوم في ورقة. الورقة مهمة جدا يا جماعة. إيه لما تكتب مصروفاتك الشهرية كلها أو اليومية هتلاقي نفسك بتضيع مبلغ كبير قوي، مش في حاجات أساسية، حاجات ترفيهية. بجد كل إنسان فينا عنده حاجات لو استغنى عنها مش هتضره ولا هتأثر في يومه ولا تأثر في حياته، وفي نفس الوقت هيقدر إن هو يكمل ويعمل مبلغ كويس من التحويشة ديت. يعني أنا مثلا أبسط مثال، يعني أنا مثلا بخرج، أنا شاب بخرج بشرب قهوة كل يوم على الكافيه، بشرب مثلا ب20 جنيه فنجان قهوة. طب ليه يا حبيبي؟ تقدر تشربها في البيت قبل ما تطلع، أهي حاجة بسيطة. باكل قهوة لو جبته يكفيك فترة طويلة، إنما ليه أدي 20 جنيه كل يوم؟ دي تقدر تستغنى عنها وتصرفها في البيت، تشربها في البيت قبل ما اقولكش احرم نفسك، اشربها في البيت قبل ما تطلع. تمام، ادي 600 جنيه في الشهر، ده ابسط حاجه. تمام. في حاجه بقى تانية لازم نمشي على نظام، وانت بتكتب كده 70 30، يعني التلت والتلتين. يعني انا مثلا على سبيل المثال باخد 3000 جنيه، اقدر اشيل اقل حاجه بلاش 1900 جنيه. طب انا يا ام رحمه مش هعرف اصرف اشيل 900 جنيه، كتير في الايام دي. خلاص هنشيل 500 جنيه وهنعمل مع بعض تحدي. ايه التحدي ده؟ لازم تحدي مع نفسك ان انا لازم اشيل كل شهر كل يوم الفكه اللي تفضل. الفكه اللي تفضل دي ما تقلش عن 6 7 جنيه يوميا. لازم انا بروح الدكان، كلام لك يا اختي وكلام لكل شاب من ابنائنا برضه، انا بروح المحل بشتري حاجه بجيب، لازم بيفضل باقي 5 جنيه 2 جنيه 3، لازم ان كنت مش هقدر اشيل وال 500 جنيه لازم اعمل تحدي. المصروف الفضه لازم اجيب حصاله واشيلها فيها. هتبص تلاقي نفسك عامل 300 400 جنيه كمان غير ال 500 اللي هم اساسا اتفقنا عليهم ان انت مش هتعرف تشيل غيرهم. دي حاجه اساسيه لازم نعمل مع بعض. التاني ايه ان شاء الله؟ لازم نحول. بص يا جماعه، وانت بتحوش وبتعمل الخطوات دي اعرف ان انت عاوز تعمل توصل لحلم نفسك تحققه. يعني يكون جواك هدف، انا نفسي اعمل الحاجه دي، مش عايز احتاج لحد ولا مد ايدي لحد، لان ما حدش هيديك صدقني. واذا اداك او اداتك اي حد شهر بكتير يعني ما فيش اي حد بيكمل شهر دلوقتي ويستحمل، هتبقى فلوسه بره. اسمعي مني، هنعمل تحدي بقى مع نفسنا كده ان احنا ايه، ما نجيبش الحاجات يعني اللبس اللي الشباب عماله تجيبه كل شهر ده وكل شهرين، ليه؟ لازمته ايه؟ لازمته ايه اجيب كل شهر لبس؟ لا ما ينفعش. الطقمين التلاتة الأربعة اللي عندي يكفوني 4 5 شهور. كل ما يحصل عروض في اللبس، والعروض دي ساعات بتدمر. بصراحة في ناس دلوقتي المحلات بتستغل العروض عشان عارفين ان الشباب بتنزل تشتري، ممكن تجر رجلك وتشتري كل شهر، يبقى اللي حوشناه من هنا ضيعته من هنا، يبقى ما عملناش حاجة. كل لحظة وكل وقت وانت بتحوش فيه اعرف ان انت وراك هدف كبير نفسك توصل له ونفسك تحققه، مش ان انت بتعمل كده وخلاص. تمام. دي حاجة. ما نجريش ورا اللبس كل شهر، لازم نوفر احسن عشان نعرف نمشي نفسنا. بدل عندي لبس كويس وبيطلع لي مظهر كويس قدام الناس يمشيني ويقضيني. دي حاجة. بعد كده نعمل ايه؟ الاكل الدليفري اللي بيجي في الغدا في الشغل، او ان انا في البيت متضايقه اطلب بيتزا، اطلب المعجنات اللي بتيجي، ده غلط. مش هينفع نوفره.
وعايزة أقول لك إن كان صعب عليك افتكر حلمك، افتكر حلمك اللي نفسك تحققه وأنت هتقدر، أي حاجة تقضي، الأكل البيت آكل منه، أدي كمان فيها توفير 500 جنيه لو بتجيب أكلات دليفري من برّه، أدي 500 جنيه توفير كمان، صدّقني أي شاب يقدر يوفّر من فلوسه، قدّامه حلم يسافر، قدّامه الحياة مفتوحة، ما تضيّعش نفسه في مصاريف هنا، مصاريف هنا خراب وهتضيّع لو ما دبّرتش أمورك وبالورقة والقلم حسبتها، هتلاقي نفسك بتصرف أصلًا حاجات كتير ما لهاش لازمة أقدر أستغنى عنها وأوفّر فلوسها. تمام، ماشي يا أختي خلاص أنا وفّرت 5000 جنيه معايا يا أم رحمة مثلًا، أعمل بيهم إيه؟ في اللي يقول لِك في ناس عم تستسهل مثلًا يقول لِك إيه أروح أعمل بيهم شهادة، أستثمرها في البنك، أحطه بريد، أنا بانصح كنصيحة أخت ما تحطوش فلوسكم في بريد ولا في بنك، ده يا جماعة والله طريق الخراب، ده ربا صريحةً كده ده ربا، طب ما نعمل بيهم إيه؟ أنا مثلًا معايا 6000 أو 10000 وأنا ما حققتش لسه مش هيوصلوني اللي أنا عايزاه. أقول لِك على أحسن حاجة، والله العظيم لو خدتيها إن شاء الله ربنا هيرزقِك وهيوسّع عليكِ ويكون سبب في الزيادة، تجيبي جرام دهب 5000 جنيه يجيبوا لِك جرام وزيادة، طب 3000 جنيه ممكن تجيبي فيه نُص جرام على فكرة، في نُص جرام سبيكة تقدري تجيبيها وتشيليها وتحوشيها، سنة 2 نبُص تلاقي ال5 بقوا 10 وبقوا 12 كل ما يبقى معاكِ 8 جرام اجري هاتيه جرام واحد ما باقولش أكتر، كل جرام وتشيليه ربنا هيرزقِك إن شاء الله وهيبقى أمّا تيجي خلاص بقى معاكِ مبلغ هتبيعي وهتشوفي الفرق إزاي، عشان فلوسِك تبقى في التزايد ما تبقاش واقفة مكانها. إن إحنا كلنا عارفين إن الدنيا عاملة إزاي في بلدنا، وعارفين الظروف عاملة إزاي، وإن كل حاجة الجنيه ما عادش ليه قيمة عاد زي الأول، وأنتِ بتحوّشي يا حبيبتي اعرفي إن كل جنيه بتحوّشيه لهدف، طب أنا الهدف ده مثلًا عشان ما اتكسلش، أنا ممكن أحوّش واحدة أختي مثلًا إنها تحوّش شهرين 3 ومثلًا حد عمل عروض على مش عارفة إيه، تقوم رايحة فاتحة اللي محوّشاه، يبقى ضيّعنا شغلنا وضيّعنا المناحية اللي إحنا بنقولها كلنا، لأ حطّي ورقة كده على المكان اللي أنتِ بتحوّشي فيه، في حصّالة، في دولاب، بتاع، أهدافِك، وإنِّك مش عايزة تحتاجي لحد، إنِّك هتولدي قريب، هتولدي ومحتاجة فلوس عشان تولدي، عشان ما تحتاجيش لأختِك، ما تحتاجيش لأخوكِ، جوزِك ما يتحوجش لحد، وأنتِ كده عشان أولد أهُم بالسلامة. عشان أعمل أسبوع للبيبي، عشان كذا، 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 حُطّي أهدافِك في ورقة في المكان، عشان أنتِ بتعملي عمرِك ما هتقدري تقرّبي للإيه، للفلوس دي إن شاء الله، بإذن الله. ويا حبيبتي دايمًا خلّيكِ فاكرة إن الهدف من اللي أنتِ بتعمليه إن عدم احتياجِك ومَد إيديكِ لحد، ده هدفي في الحياة إن أنا ما احتاجش لحد، ودايمًا بادعو ربنا وأقول اللهم لا تحوجني إلا إليك. فإنِّك ما تحتاجيش لحد دي حاجة عظيمة وإحساس جميل، أنتِ لو لسه صغيرة في السِن أمّا تتقدّمي بعد كده هتعرفي فايدة الدعوة ديّة إنِّك تدعي ربنا تقولي اللهم لا تحوجني إلا إليك، دي حاجة عظيمة أوي، حُطّي أهدافِك ومن ضمنها الكلام ده عشان وأنتِ رايحة تاخديهم بعد تعب شهرين و3 وسَنة، اعرفي إن ليكِ أهداف لازم إن أنتِ تحققيها، فما تجيش ماشية الحمد لله مستورة، خلّي المبلغ ده لظروف طارئة لا قدّر الله، ربنا يا رب يجنبنا دائمًا أي سوء ويجعل أيامنا حلوة وكويسة ويرزقكم ويرزقنا ويوسّع علينا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدونا لايك جميل لو الفيديو عجبكم إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد وإن شاء الله مع بعض سلسلة مع بعض نحقق فيها كل أحلامنا، وربنا يوسّع علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.